وقرأ عمر وابن عباس أما طلع مثلا نعم دامك عليه كلام قبله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ المزيد، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين. تسمعين تفسير كشاف سورة الجمعة آية صوني إن شاء الله خدام يسدك حتى ضوي خدام يسدك بخدا خلق ما رب ما عمل كنا القرآن فهمه وشمارج مسلمان رجال ما نصيبك. وقرأ عمر وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وغيرهم فاسعوا الدار شنا فاسعوا الدار فامضوا قندنا يعني مرد بقي فاسعوا باري يعني عجلة معنى عجلة كني فامضوا يعني هذا. وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلا حضرت عمر رجل رزبه ساكي كزلام كي يقرأوا فاسعوا دخوينا وكي كوانا بالقرآن الكريم دجي فاسعوا فقال من أقرأك هذا بفاسعوا كي ابتدى يخمدني تشكين كريه قال أبي بن كعب كريه بسنوي بدا خمدن فقال لا يزال يقرأ بالمنسوخ كعب كري أبي كري كعب أو زي النبي خمدنا منسوخ خمدي يعني كل نسخة فاسعوا واتيع كرني قال الدو سويدا فمضوبة يعني. لو كانت فاسعوا أجد شنا فمضودة فاسعوا بنا لسعيت هذه بعظمة حتى يسقط رداي حتى كعبا مجنا ملمن بكتنا من يوسع عجلة بعضان بكرا إجا مقصد جتشوندني بعضانو نينة فمضوية يعني هارن يعني زمان جمعية هرم بالجمعية أو قصد. وقيل المراد بالسعي القصد دون العدو يعني فاسعوا معنى قصد جمعية بكن إيش ميشي ويك وهي دكاني ويك وبكرينة أو أنا بكرين برش بكن قصدا شندنا ببال جمعية بكن نكو باستن. والسعي التصرف في كل عمل سعي تصرفاتي دهالي شيء يعني هذا الشيء دك تتوي شيء تصرفاتي تدا بكي يعني دست بكي شغل بكي دوي دريدا تيغوتني سعيات في شيء تكر. ومن قوله تعالى فلما بلغ معه السعي واختكوا حدثي إسماعيل عليه الصلاة والسلام على نبينا بلغ قاش معه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام رضا قاشت السعية إيشت السعية يعني كتشي يعني كارا إيش بك تصرفاتيا بعمل يعني كارا إيش بك بوي معناي. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إنسان رنينة نفو إلا ما سعى إلا وي بازانا وينينة يعني تصرفاتيا وي خباتا وي كاري وي ديشي وي دنيا دا ويا آخرت دا أجاكو باشي با سعيا باشي جراية خرابي بالعياذ بالله خرابي جراية. وعن الحسن البصري رحمه الله ليس السعي على الأقدام يعني قلت فاسعوا نكو باللنقا سعيا لنقايا ولكنه على النيات والقلوب يعني السعي كو قلبه بنيتايا ويعني كو لا تشتكون لكن قلبي بدا هي داد جواني إشي خوي على قدر خوي دنياي تجارتي خو فلاني خو بردد وبعد ذكر خدادا. وذكر محمد بن الحسن رحمه الله في موطئه الموطأ خدا ذكر كبير
أن ابن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع دنجي قد قامت يعني دنجي قامتها بشتي أذاني هاتيكي أو جي بقيع يعني الجنة البقيع نزي كي مازال المدينة نزي جامعة رسول أكرم عليه الصلاة والسلام فأسرع المشي عجلة يعني دمكي فاسعوا بمعنى عجلة كرنه. قال محمد وهذا لا بأس به ما لم يجهد نفسه يعني السعي كرن عجلة كرن وبر ظلمشك ظليتنا حتى ظلما نكذب بزرائه. فاسعوا إلى ذكر الله إلى الخطبة والصلاة يعني سعي بكم ببال خطبة ذا تابي كلمة كرجابكم حضرتي رسول خدا herkes gotuna khote sual kirne khatib vaaz je niyata gotne te sual kirne وإلى الخطبة والصلاة ولتسمية الله الخطبة ذكرا له وجبوك خد تعالى ناظر خطبة تسمية كده بذكر خدا تفسعوا إلى ذكر الله يعني خطبة دوسا كبير خطبة قلت ذكر الله يعني تسمية ذكر تسمية خدا تسمية خطبة بذكر الله كريه أجبوبيا. قال أبو حنيفة إمام أبو حنيفة رحمه الله إن اختصر الخطيب على مقدار يسمى ذكر الله أجر خطيب وجا جمعي لسر خطبه سر مقدارك كنا ذوي ذكر خدابة إنك الحمد لله سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله استغفر الله يعني بنات ذكر خدانا الله أكبر جاب. إمام أبو حنيفة قلت يعني ركن خطبة هذا جبوك هذه كلمة هي جبوك كلمة هي يعني حتى خدج محمد قرمز راضي حتى الدورة محمد قرمزجي خطبة بريواندا أركان كل مذهب الإمام الشافعي ده أنا أوان ركنا هلا özellik yetişerada bici netani ana Mehmet Gürmez şunda pariki yani riayet tekir. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه حدث عثمان خراج رازبة صعيد المنبر شسر منبر فقال الحمد لله قو وارتج عليه وحدث عثمان تدخل ما بو يعني heyecan bu, nikar bu, devam. Zamanı yani bu sahata giredanım ben. Heyecan bu, nikar bu, devam. Karşı peşahu sahabiye, sahabiye ditin. Avan sahabiye ku hayatta ku peygamberle darvas kirne. فقال أواقو إن أبا بكر وعمر كان يعدان لهذا المقام مقالا. أبو بكر وعمر دبريم دا خليفة رضي الله تعالى عنهم وعن جميع الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم جبي مقام را خبردان حاضر ذكرن وإنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال وإن وبال إمامك كو إيش بك daha ihtiyaçtırnığın Juhuy ku bibal imameki ku kavvale yani ku hitabetliye kara haberdan etke. Yani ihtiyaca ve bu yeki ku fiili bike faaliyete ve ihtiyacı ve bel faal betrej ku kara hitabeta ve kuvvetiye ve kara haberde halqil hub daritke yani evael wana hitabeti wana buna ecmel ve ki faalın karmış. وستأتيكم الخطب أو خطبة نابضة حاضر الغيق بكم جمعة دا الإجوار خطبة بخينم ثم نزل وتبر نازل بو الصحابية وكان ذلك بحضرة الصحابة ولم ينكر عليه أحد
فقط عجبا يا خطبة جمعي بيه ويا خطبة كبية خليفة در كتير الخارج خلقك خبردان بارا بكفاز خليفة ما يا أو خطابات بيه ويا خطابات بجماعتك الدنبا بيه أو يا نكا فربينز. وين دبي يا ظلام انتصاف دبي هذا سهوا بلا شك، فذلك لم يكن في خطبة الجمعة، وعادة العرب الخطب في المهمات. دمكي دمهمات رجع عيدا عرب خطابتها بيه إيجابيات دمكي خطبة رازيبة شيء نبيه ميسر نبيه خطبة رازيبة يكون نبيه يعني الحاصل ولو جمعة بهجي ديسا كار هيش مرة أنا عندك اقتداء مع حضرة عثمان يعني ولو أمن جي وان أركان خطبة بجينات من جي حضرة عثمان جمرة دليل أصحاب جمرة دليل أمكان خطبة جمعة خطبة. وعند صاحبي أبو حنيفة والشافعي رضي الله تعالى عنهم لابد من كلام يسمى خطبة خبردان يكون هذه خطبة به شكي وساقرك بحبه قلت نعم. فإن قلت كيف يفسر ذكر الله بالخطبة وفيها ذكر غير الله دو خطبة دا تبكي تفسير الذكر خطبة بين خطبة تمام أما بغيرش خطبة ذكر غير خطبة تبعي العياذ بالله خطابة غير شركين جدا قلت ما كان من ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والثناء عليه ثناء على رسول الفضاء وعلى خلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأتقياء المؤمنين سلف صالح جميعنا والموعظة والذكر فهو في حكم ذكر الله يوانا ذكر خدانا هذا قبول. أما ما عدا ذلك ما عدا إذيا أو نجي من ذكر الظلمة مثلا زمان حجاج يولسن سر كتابات خطبة كتابات مرد بينا قاشفان زمان إذنكا كمد حيوان تكرني والثناء عليه والدعاء لهم ظالم أجير دعاتك والله حتى كافر داي جرى دعاء تكرني وهم أحقوا بعكس ذلك بعكس ثناء لسر وان دعاء جوان راكو مر نفرال وان بك شوان خلاص بيجا يا ربي ولقب باش تحقي وانا نبيجا فمن أبياك أفبا فمن ذكر الشيطان أبيا ذكر الله منها ذكر الشيطان قطعنا وهم أحقاء بعكس ذلك تمام عكس هويشات شنك يعني تشتي شنك لقب وان بيجا سنة السلوان بك دعاء جمارة بك نفر الوان كمدحي وان ندى مع سوانا خرابي قرأوا الصبي بله وهم ذكر الله على مراحل إذا جيكي خدي فر دونه بله يروج يعني فريق وساهنا يعني ولذا قال وإذا قال المنصت للخطبة يكجبوا خطبة سكينة قال ببجل صاحبي الصح بسكنة فقال لا قرنا ذي أفلا يكون الخطيب الغالي في ذلك لاغيا أو خطيب غالية يعني حد ضرباتك في ذلك ذا ألقاب وسناء ودعاء لسد مثلا داود آية خطبة ابن السناء باتت به وعساكر الموحدين يا ناساكر الموحدين شتكن عاد نابت موحدين تبيجي شتكن ها تشتهيه شال و شولبونا روجا وحقيقة شولبوننا روج تعريبنا وظلمي جنينا حتى بكفري لكن الآية الكريمة دا
فذروا البيعة وإنما خص البيع من بينها. نكدي بمعنى الشغلي بونغو سيدان هذه ها؟ ولا مساتيشن يعني أظن بمعنى الزور شتين سقنتي يعني الشغلي بونشي يعني روجي زور وزحمات كما بدبيا بكل ما زور الشغلي بيبقى زحمات وزور بنت معناها اوف شغلي بقى اما روج شغلي نابا ما نزل زور الشغلي نابا ما روجي انا برزلا ما نزل كلامك أراد الأمر بترك ما يسهل عن ذكر الله من شواغل دنيا. قصدك كي ترك ما يسهل عن ذكر الله تشتكي مرة غافلتك ذكر خدا السيدة أبد البردة مسؤولية الدنيا أبيا زاني ترجمة شيء يعني أبيا يعني وزروا البيعاء أو لسرويد بأما آيات نانية هذا غير بعسويد كا. أراد الأمر بترك ما يسهل مقصد شيء بيعي هذا يعني ترك تشتكي مرة ذكر خدا غافلتك مشغولات الدنيا فيا شيء. إذا وإنما خص البيع من بينها جوان مشغوليتها لأن يوم الجمعة يوم يهبط الناس فيه إنسان جندخو من قراهم وبواديهم بشولخو وينصبون جتشن إلى المصري وبال واجر واجبو كرنا خطبة من كل أوبين جهر تراتيده ووقت هبوطهم وقتاكو كندخو شولخو كبرجتين واجتماعهم وطوب كرنا وطوب دبن وقت هبوط اجتماعهم واختصاص الأسواق بهم اختصاص سوق بوان يعني فردبن إذا انتفخ النار وقت كروج جرم دبا وتعالى الضحى وقت أشلقت تأتي ودنا وقت الظهيرة نسبة وقت النفروكي وحينئذ وقفت تحر تجارة جرم دبا ويتكاثر البيع والشراء قد بيقول دي ولا خلق ولا كتير تسمش نابين تيني برجامي مامية أنا جواتيني برجامي مامية وفرض بقى فلما كان ذلك الوقت مظنة الذهول بالبيع عن ذكر الله والمضي إلى المسجد واختاكو هذه وقتي تير ظنكم مرب ببيعي غافل ببيع ذكر خدا وبجعلش ليشي مرب غافل ببيع شوندنا ببال جمعي ذا قيل لهم جوار هاتا قوتن شكو بادروا تجارة الآخرة عجلي تجارة دمش تجارة الدنيا بردن عجلي تجارة الآخرة بكن واتركوا تجارة الدنيا ترك بكن كو اب آلش ليرش وإيشي الدنيا هرم ببال تجارة آخرته و خالق عالمه وحقه وابدوه واتعو إلى ذكر الله الذي هرم ببال ذكر خداذا أو ذكر كل شيء أنفع منه وأربح وجويز ذكر دها منفعة ليتي دها كار ليتي تشكي تنة وذر البيع الذي تركوي بيع ونفعه يسير نفعه هندك وربحه متقارب وكارويجي أو جني هندكاية يعني أو جني تركب يمكن هرم بال منفعات بر تجارات بر داوية ويناي خلاصية ويناي والزيادة وحقيقة عبارة عن كارو جايني بوعزنا فإن قلت فإذا كان البيع في هذا الوقت مأمورا بتركه وقتاكو بي ذي وقت دا بي أمركني بتركه بيعي
إذا كان البيع في هذا الوقت مأمورا بتركه محرما بيع حرام ما، فهل هو فاسد أو يا فاسد أنا فاسد؟ وقت فاسد به معنى فاسد هذا يعني أو بري كتبليه أو برا نابا ملكي مالك أو مالك تلقال شي بالدقريجي أو جنابه شيء أو جنابه مالكته. مثلا يكي بري خبدا بأراقي أو بري كتب بأراقي إيه كتبليه أو برا نابا مالي إيه أراقا كتبه جنابه مالي كبير فاسد. قلت دبنك عامة العلماء على أن ذلك لا يجب فساد البيع في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه نابت بيع حرام أما نابت بيع بطل من وقتك بطل نيمبا ويقضي بيع فاصل لنا فساد بيعيت النية يعني حرام أو مال أو فلا دبائي مرضي أو مال دبائي مرض أما فعل حرام. ثم لأن البيع لم يحرم لعينه حرام يا بيعيش بو عيني بيعينك حرام يا بيعيش بو وقت جمعيه أما هذه أراقي حرام يا ويش بو هذه خد يشكي أو يشكي جناب مالوي ميركي ولكن لما فيه بيعيدة هي من الزهول عن الواجب شغافل بنا واجبه هي لما حرامه وإلا بيع حرام. فهو كالصلاة في الأرض المغصوبة مثلا زمان كي دريج دايا 400 كسور سال قديا أرض مغصوبة هي خلطي دا الميج كلا وانسلقي الميج وان صحيحة أبكي بلكي فرضية الشيء ودرك وما عبادته وقبول لنا. والثوب المغصوب جلكي كمر يعني يغصب بك ويا بابا مغصوب بس مش بيكرتني وانا نكاد جي فرضية الشيء مرف درتي اما خير مرة حاصل نعم. حتى بجمع الجامع إذا توبة قبول نابه او انا اشغال جينا توبة اشغال جينا قبول نابه فلا مجوان اشغال جينا بدا خلاص كرني ان شاء الله ويا الله يعني عبارة دريجة تدوز هاري باشا ظلامة طبعا عجلت ولا يريد من شيء من تجارة ولا غير يعني يدرك وعن بعض الناس أنه فاسد بأي فاسد فاسد بأ ويقابل برناوة إيه كد دا خدي مال جنابة إيه كد قره ثم أطلق لهم ما حضر عليهم بعد قضاء الصلاة تبيرا خلق عالم جوانا ذكر كر وتشتكوا حرام كريا السلوان هذا إجاب ذكر بعد قضاء الصلاة بشتي كل ما جاتا كرني جوانا من الانتشار وشخورا داخل نشبن أطلق عليهم أطلق عليهم يعني وانا واسر بس بردا اسمه أطلق عليهم أطلق لهم يعني وانسر بس بردا أطلق شيء من الانتشار يعني عطوا بدر تقيد كيجوانا ماكي يعني شخورا دابق قارب شتكن شيء تكن شوي شيء وقد جاء شيء خبكن أو من الانتشار مطارقة بأطلقه بلدهم وابتغاء الربح ومع أن التوصية بإكثار الذكر وصيته ليس ذكر خدا قربك تركنك وأن لا يلهيهم شيء من تجارة ولا غيرها عنه وتتشتكي ناس تجارته غير تجارته وأن مشغول لك ذكره وأن تكون هممهم في جميع أحوالهم وأوقاتهم موكولة به وببا همته وان تمام حاله وان وقت وان دا موكولة هاتبا سبارتن بذكر خده لا ينفضون عنه ذكر دالمش نبن كما لأن فلاحهم فيه خلاصية وان ذكر داية وفوزهم خلاصية وان بشريكنا وان جي منوط به أو جبالي بذكر خده داية يعني إلا شد بي براببا ذكر خدا ترك نكا جبو يعني ترك ذكر خدا نكا خدا جتكا تنك
وعن ابن عباس رضي الله عنهما لم يؤمروا بطلب شيء من الدنيا إنما نطنا طلب كرني يعني كتبه إذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من ذكر الله يعني كرن خدا تجارتي بكن فلان بكن أبي بكن معنى ينال مقصد شيء إنما هو عيادة المرضى ويكنات جامعي جيران ميراني وان كاتشما ديانات جامعي يعني عفوا أو أمري دبي أمري نه أمري وجوبي يعني أمري مباح يعني كتبه حس أولى ذلك شيء إذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من ذكر الله يعني مقصد فانتشروا في الأرض نكهرن تجارة مجاد يعني شو نخوش كيها ب وجنائزة كيها بحاضر جنازة ببن وزيارة واخين في الله أو وعن الحسن وسعيد بن المسيب طلب العلم يقول طلب علم وقيل صلاة التطوع وعن بعض السلف أنه كان يشغل نفسه بعد الجمعة بشيء من أمور الدنيا يعني تشكي الدنيا يروح مشغول بكل نظرا إلى في هذه الآية يمكن يقدر هذا قلت وابتغوا من ذكر الله تشكي شيء شيء دنيا ذكر جبوكم موافقة آياتهم خلق علم الدبي وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازق وإذا رأوا تجارة واخترقوا وان تجارة الدي أو لهوا ياخد أو طبلقا كجبو تجارة ليدك أو شبكي كليدك مجبو تجارة انفضوا دال المسلمين إليها ببال تجارتها وانفضوا إليه ببال لهوه وتركوك قائما وتشبيادلن قل ببيجا يا حبيبي من رسول أكرم صلى الله عليه وسلم خدي بن حتى قيامته قان تجابونا الدنيا ورحمة خدي ببيجا ما عند الله خير من الله أو تشتيك الجم خدايا مكافاتك وخدا بدوا جبوك وين ذكر خدا بكلمش بكن خطبة دي لمش بكن أو جلاوي ومن التجارة خير تره والله خير الرازقين خير الرازقة خدايا يعني حاشا نكود الله ويدا خير هي بوي معنى إننا يعني كو جي تجارة دا خير هي اوكي أبلاو يجبوكو آلات لهوا تجارتي سبب تجارتي كارا منفعتي خوي احتياجي خوي ديتني هي عندي جبر اشتي قوتن ناي قوتن غير مشروع هو أن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء شديد أهل المدينة من وراء إصابة وانبو برشبون غلاء شديد فقدم دحية بن خليفة بتجارة من زيت الشام زيت الشام يعني أنا تبازر كي شامي دا 11 مليون أو كم داري زيتون أبو أنا قلع كرنا نيديوان زي كرنا والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة في غنبري خدا جروعين يخطبت خندن فقاموا إليه قائمون ببالوي زيت الشامي أشو أن يسبقوا إليه ترسيان كبري وانبيكي اشتندنوا زيتي فما بقي معه إلا يتيم ببيغمبر بال بيغمبر نما إلا عندك ما هركز بالوي زيتي باش شو بتجارة إذا شو قيل ماي 8 برشا حنيفية 11 و12 برشا حنيفية و40 شل برشا شافعية وقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني الإمام النووي رحمه الله بمجموعة ده شل اتفاقية زيب شندا اتفاق ثلاثة والذي نفس محمد بيده لو خرجوا جميعا اجت تدرك الطمع لأضرم الله عليهم الوادي نارا أو خد تعالى أو بين وين نوالا عن مدينة أو جمارة أو كسروا وكانوا إذا أقبلت العير اخترقوا كاروان باطنا استقبلوها بري خدان كاروان بالطبل أو كدابوقا والتصفيق والدستور شبك لخصني يعني كتير باي كاروانات هالكسر احتياجي خود ببينه فهو المراد بالله يعني طبل وتصفيق
له أذى. وعن قتادة فعلوا ذلك 3 مرات في كل مقدم عير. أنا أبي دورما سيجار شبيه دهر عطنا كاروان. فإن قلت فإن اتفق تفرق الناس فإذا اتفق تفرق الناس عن الإمام في صلاة الجمعة كيف يصنع؟ diyelim ki olay ki avat çebu, çava çebu, yani tesadüf kır ki ku insan deprem çebu diyelim. Ji imam katiyan لمجا جمعيدا كسنما إمام çebu. قلت إن بقي وحده أجتني بمنا أو مع أقل من 3 شاك يمتر بمنا فعند أبو أبي حنيفة يستاني في الظهر. شافعي دمكي جتليك يمتربا أو يستاني في الظهر إذا نفروا عنه قبل الركوع دبل الركوع. وعند صاحبي إذا كبر إمام والله ومعه أو يبرب مضى فيها الجماعة تمام. وعند زفار إذا نفروا أو ضال مشون قبل التشهد بري تحيات ده بطلت جماعة بطل المجال. فإن قلت كيف قال إليها وقد ذكر الشيء إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. قلت تجارة حربك التجارة إليها قلت انفضوا إليها كما قلت إليها. وقد ذكر شيء قلت تقديره إذا رأوا تجارة انفضوا إليها تجارته أو رأوا لهوا انفضوا إليه ضلوا. فحذف أحدهما انفضوا إليه لدلالة المذكور عليه انفضوا إليها بل تجارته. وكذلك قراءة من قرأ انفضوا إليه جفندية بباله إذا إجا دمير كراجي بال تجارته ذاتنية أو قضي انفضوا إليها شيء. وقراءة من قرأ لهوا أو تجارة بأوي انفضوا إليها. وقراءة من قرأ لهوا أو تجارة بأوي انفضوا إليها وقرئ إليهم بل تجارتهم لهوا. عن رسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه يوم الدين من قرأ سورة الجمعة أعطي من الأجر 10 حسنات بعدد من أتى الجمعة وبعدد من لم يأتي في أمصار المسلمين. يا ربي تمجالي جمعة وجماعتي وجالي إيماني وما مسلمانا ما بقرآني بإسلامي بحاكمية القرآن بشكرني